ده كبير قوي اما تولي، هتعمل اما تولي؟ طبعا انت اتجننتي ومالها قدام زي العسل. قال يا بت يا بت انا بقطع على الصباح، تستنيني شويه هنا يا بت، اسمعي الكلام. قلت له لا مش هسمع الكلام. تقول لي في ايه مالك، اتجننتي في دماغي ولا ايه يا راجل انت؟ قال لي ايه دي، ايه دي يا بت، ايه دي يا بت؟ شويه فربتك كل ده خرطوم بياع البلح اللي عمله في اليوم ده ما حصلش. البطيخه فرقعت، عمري في حياتي ما شفت احجام بالشكل ده، مش ممكن، مش معقول. من ورا؟ لا طبعا، لا لا، ده كبير قوي، هيروح فين كل ده ورا؟ لا لا، ده هيفرقع البطيخة. بصراحة يا جماعة عمري ما كنت أتوقع إن ممكن أشوف حاجة بالحجم ده، أحجام مهولة بصراحة. في اليوم ده البطيخة فرقعت. أنا اسمي مروة، عندي 45، طول وعرض البطيخ كبير، الرمان مشطوط، بيقولوا عليا فرسة وعايزة خيال، وفعلا عايزة خيال. ما كنتش أعرف إن بياع البلح ده هو ده اللي هيكون الخيال بتاعي. بصراحة يا جماعة أنا عايشة في منطقة ريفية، عواميد الخرسانة فيها بجد كبيرة جدا. بصراحة يعني أنا عايشة مع أبويا، وقال لي يا بت يا بنت انت يابا، عيوني يابا عايز ايه؟ قال لي بياع البلح النهاردة جاي يقطع النخل بتاعنا. قلت له حاضر يابا، يعني انت عايز تعمل له لقمة كده ياكلها تبري نفسه بيها؟ قال لي ايوه تشرفينا قدامه. قلت له حاضر يا ابويا، من عيوني حاضر. قلت له بس اذبح وزه ولا بطه ولا دكر بط ولا ايه؟ قال لي خليها دكر احسن، الدكر جامد يا بت عن النتايه. قلت له فعلا والله عندك حق يا ابويا، الدكر جامد على النتايه، ما النتايه برضو غلبانه هتعمل ايه بس، برضو يعني النتايه محتاجه دكر. قلت له فعلا. قال لي قصدك يعني تعملي نتايه جنب الدكر، تعملي 2 تسويهم له يعني؟ قلت له بالظبط. قال لي لا مفيش داعي، هو واحد بس. المهم اول ما جالنا البيت بسم الله ما شاء الله كان طوله بعرضه عليه شنب يقف عليه الصقر، كان اسمه يعني متولي. قال لي سلمي على عمك متولي يا بت. قلت له عامل ايه يا عم متولي، كويس؟ قال لي الحمد لله. قال لابويا ما تقولي ده، بيقول لابويا بسم الله ما شاء الله، ده انت عندك بت عروسه يا حاج متولي، وعلى وش جوازه اهي بسم الله ما شاء الله، عودها طرح يعني؟ قال له ايوه ان شاء الله ربنا يكرمها كده بابن الحلال. قالوا هنروح بعيد ليه، ما هو موجود. قال له انت بتقول ايه يا متولي، انت عايز تتجوز بنتي؟ قال له فيها ايه؟ طبعا انا يا جماعه لما سمعت كده قلت له لا. ابويا كلمني بعد شويه قال لي متولي عايز يتجوزك، اول ما شافك اتجن. قلت مش عايزه اتجوز، معقول انا اتجوز واحد بتاع نفل؟ قال لي مالي يا بت. بصراحه ما كنتش اعرف ان انا هغير رايي، خصوصا بعد ما اشوف الاحجام الكبيره. بصراحه في اليوم ده اتجننت، اتهوست، قلت معقوله في كده؟ مش ممكن بصراحه يا جماعه. قال خلاص خلاص انسي الامر ده، ابويا اللي بيقول لي الكلام ده. قلت له مش هنسى الامر. وبعدين قال لي بقول لك ايه يا بت؟ قلت له يا عيون البنت. قال لي هيسوي شاي المتولي. قلت له حاضر يابا هسوي شاي لمتولي. سويت له شاي، انا صينيه الشاي بدي تولي وعينيه ما نزلتش من عليا، عمال يبص لي كده بطريقه غريبه، وانا عمال من جوايا نفسي عمال اقول ايه يا متولي في ايه، ايه يا متولي ده انت هتاكلني بعيونك، ايه يا متولي. المهم يا حبايب قلبي بعدها بشويه لميت الشوايل وقال لي يلا عشان مع عمك متولي هيقطع النخل وانت من تحت لم البلح والحاجات دي. قلت له حاضر يابا هلم البلح. ما كنتش اعرف ان انا هلم بطيختين كبار قوي. المهم يا حبايب قلبي ومشيت ابويا قال هروح اجيب مشوال اسيبها في الزرع واجيلك، ما تتحركيش من هنا. قلت له حاضر يابا. المهم طلع النخله وفضل يقطع البلح، وبعدين انا كنت كان بيحدف السماي الضحاك، وشويه يا جماعه ونلاقي متولي نزل من النخله. بقول له في ايه يا متولي، جرالك ايه، حصل ايه؟ قال لي والله تعبت شويه فقلت اما انزل اريح شويه، ونفسي بصراحه يعني اشرب كوبايه شاي عشان اكمل شغلي. بعدها شويه قلت له بس كده حاضر من عيوني. بصراحه يا جماعه قلت له انا رايحه البيت دلوقتي اعمل لك كوبايه شاي. قال لي بس على السريع والنبي، والنبي على السريع. قلت له ماشي حاضر. رحت عملت له كوبايه شاي، قلت بالمره اعمل له فطار ياكله وهو بادئ ان كانت الساعه 12 الظهر. قلت له رحت عملت له الشاي واديته له، قلت له استنى بس عليا لحد ما اروح اعمل لك لقمه ما تاكلها كده على السريع علشان تطلع تسد نفسك تبري نفسك يا متولي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا، انت الوحيده اللي يهمك
يعني مصلحتي وسعادتي. قلت له معقول يا متولي؟ ده كلام إيه؟ طالما أنت بتيجي تقطع النخل بتاعنا الصباعي أنت لازم عون بالواجب والزيادة معاك. ده كلام يا متولي، قول حاجة غير كده يا راجل. قال تسلميلي يا وزة. المهم رحت عملت له لقمة، شوية جبنة على بيضة على شوية سلهاية على شوية فول، ظبطت له المهم الأداء. وبعدين إيه؟ أني راجع على طول على الزرع. قلت له اتفضل يا متولي. قال لي مش ممكن، مش معقول. قلت له في إيه يا متولي؟ مالك؟ حصل إيه؟ قال لي بصراحة البطيخة كبيرة قوي. قال لي قلت له بطيخة إيه متولي؟ قال لي نفسي أكل بطيخة كبيرة، خصوصا وانت ماشية كده ورايحة تجيب الأكل. قلت له بصراحة يا جماعة لما شفت الأحجام الكبيرة اتهوست، اتجننت، كان هيغمى عليا، خصوصا يعني متولي كان طالع يعمل النخلة بعد ما أكل وكده. والصراحة رحت بعد ما خلصنا رحت لأبويا قلت له ما واقفة على متولي يابا. قال لي ما واقفة ازاي يا بنت؟ قلت له نتجوز يعني. قال لي ما انت كنتي رافضة، ايه اللي حصل؟ قلت له لا لا، ارفضه على رأيك، الراجل ما يعيبوش الا جيبه، اذا كان كويس وغلبان وطيب فيا عيبه، ما فيش اي مشكلة يا ابويا، اتجوزوا ما اتجوزوش ليه؟ ده متولي. قال لي متولي. المهم اتكلم معايا من شمال يمين، وبعدين حددنا ميعاد الفرح واتجوزنا، وكانت اجمل واسعد صدفة بالنسبة لي. وبصراحة يا جماعة انا فعلا مش زعلانة انها اتجوزت متولي، لانه راجل طيب وقلبه ابيض، وبصراحة كان راجل بمعنى الكلمة، وعشت معاه حياة كويسة وسعيدة، وانا مش زعلانة، بالعكس انا سعيدة مبسوطة ما فيهاش اي مشكلة. العبرة من هنا ان لو حد مثلا جالكم وتقدم لكم كان انسان كويس ومحترم وراقي وطيب وقلبه ابيض، حتى لو ظروفه المادية مش كويسة ومش اللي هي، بلاش تقولوا لا. الراجل يعني مش لازم يكون غني عشان تجوزوه لبناتكم، بالعكس الراجل اخلاق، الراجل يعني لازم يكون محترم ومحل الثقة ورجولة، بس اهم حاجة الاخلاق. انما الفلوس الماديات بتروح وتيجي، عمرها ما هتشتري السعادة. بتمنى قصة عجبتكم، واشوفكم على خير في قصص وحكايات جديدة. ليكم مني أرقى بالتمنيات. شكرا ليكم وإلى اللقاء يا حبايبي.